السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لحتى نوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة. ويلا بينا نبدأ عشان ما نطولش عليكم. رحلة سميرة الميداني المالكي كتبت السوري رحلة هاني السعيدي والد الفنانتين وروعة ورابي سعدي بشكل مفاجئ في دمشق يوم الخميس 5 مارس 2026، حيث أعلن أن بسبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة. وفق تصريحات الفنان فارس إبراهيم جسمان شيع من مسجد صلاة الدين في ركن الدين، ودفنت في مقبر باب الصغير في أقيم العزاء في صالة ناقبة المحامين بدمشق. تفاصيل الوفاة: التاريخ الخميس 5 مارس 2026، المكان دمشق سوريا، السبب أزمة قلبية مفاجئة، ذكر إنها خلدت النمو ولم تستغيط. التشييع من مسجد صلاة الدين في منطقة ركن الدين، الدفع مقبر باب الصغير دمشق، العزاء صالة ناقبة المحامين بدمشق يوم الجمعة والسبت 6 و7 مارس. خلفية عن سميرة الميداني، الهواية أرملة، الكتاب السوري المعروف هاني السعيدي الذي ترك بصمة كبيرة في الدراما السورية. عائلة والدة الفنانتين روعة السعيدي وربي السعيدي اللتين حققتا نجاحا واسعا في الدراما السورية. مكينتها كانت شخصية محبوبة في الوسط الفني والاجتماعي، ورحيلها مفاجئ شكل صادم كبير لعائلتها وأصدقائها. ردود الفعل: الوسط الفني السوري خيم الحزن على الفنانين والمحبين الدراما السورية، حيث اعتبر وفاتها خاسرة إنسانية مؤثرة. تصريحات الفنية: فارس إبراهيم أكد أن الوفاة كانت طبيعية وهادئة إذا نامت ولم تستغيث، ما عزز حالة الصادمة لدى المقربين. رحيل سميرة الميداني جاء بشكل مفاجئ وأثر جدا وحول وصفها بالظروف الغامضة، لكن المصادر المقربة وضحها أن السبب أزمة قلبية طبيعية. رمز التشييع والعزاء تمت بحضور واسع من عائلة الأصدقاء. التوادع: شخصية ارتبطت اسمها بعائلتها الفنية بارزت في سوريا. كتبت السوري هاني السعدي 1944-2025، يعد من أبرز الأسماء في الدراما السورية، حيث جمع بين التمثيل والكتابة، واشتهر بشكل خاص بمسلسلات الفانتازيا التاريخية مثل الجوارح والكوثر والبواسل، إضافية إلى أعمال اجتماعية مثل أبناء القاهرة الذي نال جائزة مفضل مسلسل عربي. أهم الأعمال: هاني السعدي المجال دراما تلفزيونية، أبرز الأعمال جوارح، الكواليس، البوسل، الأبناء القاهرة، حار، نسيها الزمن. الملاحظات: مسلسلات تاريخية، وفاتنة زياء تركت بصمة قوية في الدراما العربية. مجال المسرح، أبرز الأعمال حفلة سميرة من أجمل 5 حزيران، راس المملوك جابر. ملاحظات: شاركت في المسرح الوطني والفلسطيني مع المخرج جواد الإسدي. أبرز الأعمال حبيبتي، يا حب التوت، الاتجاه والمعكس، حدود، تقرير، المتبقى. المجال السينمائي، الملاحظات: الأفلام متنوعة بين الدراما السياسية والاجتماعية. أبرز الأعمال شاركت في العديد من الأعمال الإذاعية. المجال الإذاعية، الملاحظات: عزيزة حضور الفني عبر وسائل الإعلام المختلفة، بصمته في الدراما السورية.
الريادة في الفانتازيا التاريخية كانت من أوائل من أدخول عنصر الخيال التاريخي إلى الدراما الثورية، ما منحها طبعا مميزا وجيبيا الجمهور العربي. تأثير ثقافي أعماله مثل الجوارح والكواسر أصبحت مراجعة في الدراما الفانتازية وارتبطت بذكر جيل كامل الكريم. حصل مسلسل أبناء القاهرة على جائزة أفضل مسلسل عربي في متمثل طبيعي رئيس إضافية إلى إجدادات من وزارة الصحية ومركز مفاكة العيازية. الخلفيات الشخصية: الميلاد 6 يونيو 1944 صفوية في فلسطين. الوفاة 14 فبراير 2025 بدمشق وسوريا. الأصل الفلسطيني اللي جاء إلى سوريا بعد النكبة 1948 وإنشاء في مخيم اليرموك. العائلة متزوج من سميرة الميداني التي رحلت مؤخرا ولها بناء 5 أبناء أبرزهم الفنانات روعة وروبي سعيدي. سمرة الميداني توفت في منزلها بدمشق يوم الخميس 7 مارس 2026، حيث ذكر الفنان فارس إبراهيم أن الوفاة كانت هادئة إذا نامت ولم تستغيث. مراسم التشييع تمت من مسجد صلاة الدين في مركب الدين ودفنت في مقبرة وباب الصغيرة، فيما أقيم العزاء في صالة ناقبة المحامين بدمشق. تفاصيل عن منزلها: المكان منزلها في مدينة دمشق وسوريا. ظروف الوفاة بحسب تصريحات الفنان فارس إبراهيم توفى في بيتها بشكل مفاجئ وهادئ نتيجة أزمة قلبية، حيث خلدت النوم ولم تستغيث. الخصوصية: لم تذكر تفاصيل دقيقة عن عنوان المنزل حافظا على خصوصية عائلة، لكن المؤكد أنها كانت تقيم في دمشق بالقرب من الوسط الفني والاجتماعي الذي تتنمى إليه. مراسم التشييع والدفن: تشييع من مسجد صلاة الدين دمشق. الدفن في مقبرة باب الصغير وهي من أقدم المقابر في دمشق وتضم العديد من الشخصيات التاريخية والدينية. العزاء أقيم في صالة ناقبة والمحامين بدمشق يوم الجمعة والسبت 6 و7 مارس 2026. الهواية: سميرة الميداني هي رمالية كتبت سوري هاني سعيدي الذي رحل في فبراير 2025. عائلة الوحدة: الفنانتين روعة السعداني وربا السعداني اللتين حققت شهرة واسعة في الدراما والثورية. مكينتها كانت شخصية محبوبة في الوسط الفني والاجتماعي وارتبطت اسمها بعائلة فنان بارزة. نبذ عن مقرب الباب الصغير: موقع التوقع جنوب دمشق بالقرب من الباب الصغير، واحد أبواب سوريا القديم المدينة. تاريخ تعود إلى العصور الإسلامية المبكرة وتعتبر من أقدم المقابر في دمشق. الأهمية الدينية: تضم قربون عدد من الصاحبة وتابعين وأعلام المسلمين، ما جعلها مكان إذا قدسية خاصة للشخصيات المدفونة من بينهم صاحبي الهلال الحبشي وأما المؤمنين أما سلمى، إضافية إلى عدد من العلماء والشخصيات التاريخية. الطابع المعماري: تتميز بقبابها القديمة وضراحاتها المخزرفة التي تعكس الطرائز الدمشق التقليدي. مكيناتها في ذكر سوريا: روحانة تعد وجوه للزوار المهتمين بالتاريخ
التاريخ الإسلامي ثقافية ارتبطت بذكر دمشق كمدينة عراقية تجمع بين التاريخ والدين والدفن إجماعي. كثير من الشخصيات البارزة في المجتمع السوري تفن فيها ما يعزز بكنتها كرمز للوفاء والتذكر. شخصيات بارزة مدفونة في باب الصغير بلال الحبشي موزن الرأس وصاحب الصوت الشهير في الإذن يعتبر قبر ومن أبرز المزارات في المقبرة وأم المؤمنين أم سلمى زوجة النبي محمد، وهو من صاحبات الجليلات اللواتي كان لهن دور بارز في التاريخ الإسلامي. أبو الدرداء صاحبي جليل عرف بحكمته وعلامة وكان من أبرز رواة الحديث. سليمان الفارسي الصاحب الذي اشتهر بقصة حفر الخندق في غزوة الأحزاب، ويقال إن له مقابر في المقبر. عدد من المتابعين والعلماء مثل الإمام الأوزاعي وعدد من أعلام الفقه والحديث الذي عاشوا في دمشق. شخصيات تاريخية وسياسية بعض امرأة بني أمية وبني العباس، إضافية إلى الشخصيات من الأسرة الدمشقية العراقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لحتى نوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.